ابن عباس الذي توفي سنة لديتني مع هذه ربلا لا بأس. ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الذي سخر حياته لجمع حديث رسول الله، فهو أحد السبع المكثرين من الحديث، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، هذا ابن عمر. فهو أحد 7 المكثرين من الحديث، فقد روى قرابة 60 و600 و1000 1660 حديث ليروى هذا الإمام الكبير العظيم حبر الأمة الذي دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الإمام ابن عباس يروي لنا 1660 حديث. أنت ماذا في صدرك من الحديث؟ ايش صدرك؟ هات الصدر عندك شنو فيه؟ ماذا أودعت هذا الصدر؟ شحال فيه؟ كم فيه من الحديث؟ كم حفظت؟ كم فيه من القرآن؟ كم ما نصيبك من إرث محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا من لا يتوانى ويبحث ويفتش ويسأل أهل الاختصاص في المحاكم عن نصيبه في إرث أبيه وأمه، ما نصيبك من إرث محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سألت عن نصيبك في إرث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سألت أهل الاختصاص وطالبت بحقك؟ هذا الإرث من يطلبه ومن يريده؟ لا أحد، لا واحد ما باغيه، لكن الإرث الدنيوي كلنا يسعى لطلبه ولتحصيله. ابن عباس جمع في صدره 1660 حديث، ومنها هذا الحديث. هذه فرصة ولو نصيب صغير، ومن القرآن، وهذا الذي سندندن حوله.